المرحلة التانية بيبدأ التسوس يزيد والخط الأسود الرفيع ده يبقى عريض، ويبدأ يبقى فيه في الضرس الثقب أو خرم صغير. وقتها أنت بتبدأ تحس بألم بسيط جدا مع أكل الحاجات الحلوة أو مع الحاجات الساقعة. الألم ده شوية وهيختفي وبعد فترة يرجع تاني، بس يرجع أشد من الأول، وتبدأ تحس بقى بوجع جامد مع الأكل، وتلاقي الثقب اللي في ضرسك بدأ يتسع. لكن برضه في المجمل الألم اللي بيجيلك لا يتخطى ال10 ثواني وبعد كده بيختفي. في المرحلة ديت عصب السنة بيكون بيبعت لك إنذارات وبيقول لك الحقني، أنا خلاص التسوس مقرب جدا مني. فلو ما لحقتش نفسك في المرحله ديت ورحت للدكتور يعالجك، هتدخل على المرحله الثالثه وهي حشو العصب. وقبل ما ندخل على المرحله الثالثه عايز اوضح لكم نقطه صغيره جدا ومهمه، ان في بعض الناس لما بتبص على ضرسها بتلاقي نقطه سودة صغيره، بس تروح للدكتور تلاقي الدكتور شايل جزء كبير جدا من ضرسها، فيستغربوا ويقولوا ليه الدكتور شال كل ده من الضرس، ده كانت نقطه صغيره جدا اللي مسوسه. لكنهم ما يعرفوش ان ساعات التسوس بيكون على شكل هرمي، من فوق نقطه بس من تحت ملعب، فالدكتور طبعا لازم يشيل كل الاجزاء المسوسه. المرحله الثانيه اللي اتكلمنا عليها ديت